أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع أوان مصر، برحب بحضراتكم في كل مكان من محافظة الشرقية. احنا النهاردة تحديدا في مدينة الزقازيق، يعني النهاردة موجودين في مشتل المهندس محمد عطية. يعني هنعرض لحضراتكم أغرب وأندر أنواع الفواكه في مصر النهاردة. يعني معانا الفواكه الاستوائية هنا، يعني مش مجرد بس فاكهة وان هي بتتاكل وطعمها حلو بس، لا، ده الفواكه هنا بتعالج في يعني بتعالج امراض ممكن يكون الطب عجز عن علاجها او علاجها صعب. هنا بتتعالج بالاعشاب والفواكه الاستوائية. هنا هنتعرف مع حضراتكم على انواع الفواكه هنا في مشتل المهندس محمد عطية. يعني معانا ومعاكم المهندس محمد عطية. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد وكل الساده المشاهدين. احنا واقفين قدام شجره البمبر او المخيط العراقي او البمبر العراقي. الشجره زي ما انتم شايفين كده، احنا في اخر الموسم وهي كده بتخلص ثمار، وشايفين الانتاج ما شاء الله كتير وقطاف زي ما انتم شايفين كده. يعني هي منتجه ما شاء الله في مصر كويس جدا، واطول قطف في العالم اهو. الناس شايفاه اهو. اكبر قطف الشجرة عبارة عن مجموع ثمري اكتر من الورق. يعني شجرة منتجة جدا ما شاء الله. احنا كمشاتل الشرقية عملنا السنة دي مبادرة ورحنا موزعين لكل الناس، قلنا على الفيسبوك اللي عاوز ثمار بامبر يجي ياخد، ووزعنا كل الثمار اللي كانت على الشجر. الناس كلها خدت ثمار وزرعت وخدت البذرة زرعتها علشان ننشرها. دي شجرة مباركة وبتعالج حاجات كتير زي مثلا مشاكل التنفس والرئة والبلغم والكلام ده. البامبر لما نقرأ عن فوائده على جوجل ونبحث عن فوائده هنلاقي ان هو بيعالج مشاكل التنفس ومشاكل الرئة والكلام ده كله. طيب ايه تاني البامبر بيعمله؟ بيعالج مشاكل التهاب المعدة. البامبر صيدلية. طب ايه تاني ممكن هنلاقي الفوائد دي مكتوبة على جوجل؟ هنلاقي ان مثلا المشاكل بتاعت الخشونة بتاعت الركبة البامبر بيعالجها. البامبر شجرة مباركة منتجة في مصر ما شاء الله عليها. زي ما انتم شايفين الانتاج بتاعها وفير، وفي نفس الوقت سهل اللي احنا نزرعها عن طريق البذرة، وبتطلع بسرعة في خلال 15-20 يوم، وبيبقى شجرة سريعة في خلال سنتين بتطرح في مصر، وبيبقى فيه انتاج وتحت ايد كل الناس. يعني احنا عملنا المبادرة دي علشان ينتشر زراعة البمبر العراقي. هو في 560 نوع بمبر. في نوع الحباية بتاعته شبه دي، وفي نوع الحباية بتاعته شبه دي. يعني انتوا فاهمين يعني ايه نفس الفرق؟ الحجم يعني؟ لا خالص، في حباية شبه كده، دي اللي منتشر زراعتها في مصر. وده البمبر الخليجي، الحباية بتاعته قد المشمش او قد البرقوق. النادر اللي مش موجود كتير ده في اللي مصر مش منتشر اصلا، الا واحد جاب بذره من بره من الخليج وجه زرعها هنا في مصر وابتدى تطرح عنده، بس في جنينه حديقه منزل ولا حاجه، مش منتشر. يعني انت بتاكل يعني منها كمان لوحدك. حضرتك الفواكه دي حضرتك ما احتكرتش زراعتها، حاولت انك انت توزعها على كل الناس عشان لا كل الناس تزرعها وكل الناس تستفيد منها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انتم تزرعونها نحن الزارعون. احنا عارفين حقيقه شغلنا، احنا مهندسين زراعيين بالوراثه والدراسه، وعارفين شغلنا كويس جدا. وحقيقه شغلنا اللي احنا ننشر زراعه الاشجار اللي ليها فوائد للناس واللي سهل اكسارها في مصر، واي حد غير زراعي يقدر يزرعها، واي حد غاوي زراعي يقدر ياخد البذره ويزرعها وتطرح عنده. وعلى سبيل المثال كل ثمرة من دي فيها شجرة، يعني فيها بذرة، البذرة هتتعمل شتلة هتبقى شجرة. فاحنا كل الثمار اللي وزعناها قاصدين اللي هي تنتشر. احنا لو عاوزين نحتكرها كل الثمار هنجمعها وناخد البذور بتاعتها ونزرعها ونطلع الشتلة بقى ب100 جنيه، لان الناس عجبها الثمرة وشافت الثمرة. يعني حضرتك طلعت الشتلة دي مجاني؟ الثمار اديتك تاكل وتزرع البذره، بعد ما تاكل الثمره تزرع البذره بتاعتها، يبقى انت كده خدت مني مثلا ربع كيلو، انت بقى معاك 10 شتلات، فانت هتزرعهم بعد كده في الارض. فبقى في شجر منتج كتير في عندنا في الشرقيه، وهتبقى حاجه ما الناس كلها تقلد بعضها وتاخد وتزرع وتنتشر. يعني حضرتك انا شايف هنا الثمر ما شاء الله مال الشجره. حضرتك قلت ان ده موسم الحصاد، ده الشجره كده
كده في نهايه دي في نهاية الموسم. احنا بقالنا 3 شهور البامبر كل يوم بينزل ثمار، وكل يوم بناكل وبنوزع، والناس كلها كلته ودقته وعرفته وخدوا البذرة وزرعته. بقالنا 3 شهور شغالين. يعني تقريبا الشجره دي المفروض انتاجها كام كيلو، او الانتاج السنه دي يعني جابت ما شاء الله الشجرتين اللي جنب بعض دول جابوا حوالي طن مثلا. جابوا حوالي طن ما شاء الله. يعني الشجره انتجت تقريبا اكتر من 500 كيلو. ده حقيقي. وهي يعني انت شايف احنا في اخر الموسم ولسه ما شاء الله عليها كتير. يعني هي شجره مبروكه، واحنا شايفين اللي ما رضيناش نحتكرها. والله ما رضينا نحتكرها. كان ممكن نزرع كل الكميات دي لحسابنا وننشر الشتلات عن طريق اللي انت تشتريها بس بفلوس، لكن حاولنا لان دي ليها فوائد كتير. واي حد هيخش على جوجل ويكتب فوائد البامبر ويخش على الفيديوهات ويشوف الريفيوهات اللي اتعملت عليه والناس اللي اتكلمت عنه، هيلاقي ان هو عبارة عن صيدلية، وفي نفس الوقت لا يصاب بأي مرض فطري، لا يصاب بأي مرض حشري، عنده مناعة ربانية. يعني الذبابة الفاكهة ما بتأثرش فيه، ما بيجلوش اي امراض. الثمره اللي بتستوي بتقع على الارض، يعني لما نزرعه في الشارع كده يبقى الناس مش هتاكله خلاص من على الشجره. هي البامبر اللي بتستوي بتقع على الارض، فالناس هتاخدها من على الارض والمستويه كل يوم فريش فريش، والناس كلها تاكل وتستفيد وتزرع البذره وينتشر زراعته، وهي تبقى شجره شعبيه يعني زيها زي الجميز زي التوت. وهي كانت موجوده في مصر، لكن الموجود في مصر زي ما احنا قلنا للساده المشاهدين الحبايه الصغيره مش الحبايه الكبيره. يعني الحبايه بتاعتنا الكبيره دي مش موجود منها في مصر. 7 8 شجرات، كل اللي جابهم من بره او واخد مننا شتلات. يعني شايفين الفرق؟ هات كده الكاميرا عشان الناس تشوف الفرق. يعني في فرق شاسع بين حجم الثمرتين، وفي نفس يعني حجمها حوالي 10 اضعاف دي بالظبط. واحنا بنقول للناس هو ده الصنف اللي احنا عاوزين ننشره في مصر، وبنقول خدوا البذور وازرعوها. احنا قاصدين الحاجه دي تنتشر والناس تستفيد من نوع فاكهه ربنا خلقه، سهل الاكسار بتاعه وسهل تربيته في الشوارع قدام البيوت، في الحدائق الخاصه، في المزارع، في اي حته نقدر نزرع شجره زي كده. وبدل ما بنزرع شجره فيكس عديمه الفايده، نقدر نزرع اشجار ليها فوائد وفي نفس الوقت مش هتتعارض معايا مع اللي هي الامراض الحشريه والفطريه والكلام ده، لان دي عندها مناعه ربانيه، لا تصاب باي مرض فطري، لا تصاب باي مرض حشري. ذبابه الفاكهه واي حاجه بتيجي للثمار بتاعه الفاكهه لا تصاب بيها، ربنا مديها سبحانه وتعالى مديها مناعه ربانيه. فعلشان كده بنقول للناس دوروا على البامبر وازرعوه وهتنبسطوا منه ان شاء الله. طب يا باشمهندس، ممكن نعرف الساده المشاهدين ايه التربه المناسبه او الجو المناسب لزراعه شجره البامبر؟ البامبر عشان نبقى متفقين ده بيكافح التصحر. يعني لو رمينا بذره في الصحراء ونبتت ومشيت بس شافت الميه بتاعه الشتاء هتشتغل. المطر والغيث بتاع الشتاء والسيول اللي بتحصل في الصحراء دي تخليها تشتغل. يعني ممكن تشرب مرتين 3 في السنه. هي شجره متحمله وتتزرع في اي ارض، وجدرها شبه التوت والجميز، عشان احنا شفناها سهله جدا ما احتكرناهاش، ومش محتاجه حد خبير يزرعها. مجرد بذره تغمزها 2 سم ولا سنتي في اي ارض ولا في اي كيس ولا في اي صفيحه ولا اي زجاجه ميه، هتنبت معاك، هتزرعها في الارض بقت شجره انتشرت خلاص. طيب يا باشمهندس، يعني احنا سمعنا كمان انكم عندكم فواكه بتعالج الكانسر. بص، هو الابحاث اتعملت على شجره اسمها قشطه جريفيولا. عشان نكون فاهمين الحكايه، من 25 سنه حصل تجهيل للشعب المصري كله، والناس تدور في الكلام اللي انا بقوله هيفهموا الحقيقه يعني بتاعت اللي انا بقوله ده دلوقتي. الفوائد القشطه جريفيولا اتعمل عليها الابحاث واتقال بره، واتعمل منها منتجات علشان خاطر هي بتعالج الكانسر بجد. طيب جينا في مصر هنا اللي انتشر عندنا حاجه اسمها قشطه عبد الرازق وليس قشطه جريفيولا. طيب ندور على القشطه جريفيولا، لقينا ان الابحاث اللي موجوده والمنشورات اللي كانت على السوشيال ميديا بقى من 20 سنه اول ما الفيسبوك اشتغل، كانت المنشورات اتاخدت فوائد القشطه جريفيولا وشالوا كلمه جريفيولا وخلوها عبد الرازق، وراحوا حاطين صوره القشطه عبد الرازق. اصبحت كل الفوائد بتاعت الجريفيولا ده تم تجهيل الشعب. الناس اتجهلت، خدت القشطه عبد الرازق على اساس اللي هي اللي اتعمل عليها الابحاث اللي هي بتعالج الكانسر وابتدت شجره مختلفه تماما، ودي مختلفه خالص. ممكن نشوف الشجره دي؟ احنا عندنا الشتلات بتاعتها اكبر كميه شتلات موجوده في مصر. اتفضل يا استاذ محمد.
اكبر كميه شتلات بفضل الله موجوده عندنا في مشاتل الشرقيه هنا. عاملين القشطه جريفيولا، واحنا قافلين بيع الشتلات بتاعتها علشان اي حد محتاج اوراق، عنده مرض وحش او محتاج اوراق، ياخدها بشكل مجاني تماما. يعني دي شتلات القشطه جريفيولا زي ما حضرتك شايف. دي شتلات القشطه جريفيولا زي ما الساده المشاهدين كده شايفين. دي الورقه الكيلو بتاعها بيتباع على النت بارقام فلكيه، بيتباع ال 180 جرام. 180 جرام ورق ناشف بيتباع بحوالي 1450 جنيه بالظبط. طيب بيتباع على تقريبا بنتكلم في حوالي الجرام في 6 جنيه تقريبا. طيب احنا بنعمل ايه هنا في مشاتل الشرقيه؟ بفضل الله ربنا كرمنا وجبنا الثمار، استوردناها من سنتين، وجبنا البذره اللي جوه الثمره زرعناها زي ما انتم شايفين كده. عملنا منها كميات كبيره من الشتلات، عملنا حوالي 7000 شتله، وزرعنا منها في الاراضي القديمه بتاعتنا عشان نلحق نطلع ثمار. عشان مرضى الكانسر طالبين مننا كتير ثمار، لان الابحاث اللي موجوده بالاجنبي وكل شغل الابحاث الاجنبيه عموما يعني اللي اتعملت على القشطه جريفيولا كلها من اوروبا، وكلها قالت قشطه جريفيولا، ما حدش قال قشطه عبد الرازق. واللي موجود في مصر شجره كله قشطه عبد الرازق، ما فيش قشطه جريفيولا في مصر كتير، ما فيش 20 30 شجره في مصر. كيلو ثمار قشطه جريفيولا بيوصل 4000 جنيه. 4000 جنيه، والثمرتين ممكن كيلو، ممكن ثمره واحده كيلو. فهي حاجه مفيده، واحنا عاملين هنا مبادره مننا اللي احنا بنطلع الاوراق لاي حد محتاجها، زيها زي ورق الجوافه بالنسبه لي، بطلعها ببلاش. اي حد محتاجها، ربنا يشفي المرضى كلها ويشفي كل الناس بحق جاه النبي. اي حد عاوز حاجه بنديها له ببلاش من اوراق الجريفيولا، مش بنبيعها. يعني احنا جينا في البامبر عملنا مبادره اللي احنا ننشره، ونشرناه بالفعل، وكل الناس جات لنا من محافظات مختلفه غير الشرقيه، خدوا ثمار 5 ثمرات، قلنا كل واحد 5 ثمرات يعني ربع كيلو، ياخدهم ياكلهم ويزرع بذورهم. عاوزين ننشر الصنف، وادي القشطه جريفيولا تحت ايدينا اللي الناس كلها بتجري بتدور على الثمار وبتدور على الاوراق بتاعتها. مانعين بيع الشتلات بتاعتها علشان خاطر نكبر الشتلات وناخد اوراق نطلعها للناس اللي محتاجاها. واحنا كل يوم بنطلع اوراق قشطه جريفيولا، والناس بتاخد من كل محافظات مصر مننا، وفي ناس خلايجه بياخدوا مننا اوراق قشطه جريفيولا كمان. دي كده بتعالج الكانسر؟ هم بيقولوا كده، وانا بالنسبه لي زيها زي ورق الجوافه، مش شايفها، بس الابحاث موجوده على دي. يعني الابحاث اللي موجوده على جوجل على القشطه جريفيولا. حضرتك بتحاول تساعد الناس في انك تديها لهم بالظبط. انا مش ببيعها ولا ولا بقول لي اللي دي بتعالج الكانسر، لكن النت كله بيقول اللي دي بتعالج الامراض الخبيثه والامراض المستعصيه. وفي خبراء جامعه اصحابي ورؤساء جامعه اصدقائنا واخواتنا الكبار بدون ذكر اسامي قالوا لي ان القشطه جريفيولا فعلا حقيقي بتعالج. وانا شغال صح فيها كصنف. يعني انا عامل منه كميه ومكلف منه ثمار كتير، مكلفنا فوق ال 170 الف جنيه ثمار. كميه الشتلات دي مكلفانا 170 الف جنيه ثمار عشان نقدر نعرف اذا كنا صح ولا غلط. طبعا خدنا اراء الدكاتره الناس الكبيره المحترمه الخبراء والعلماء بتوعنا، قالوا لنا فعلا انتوا شغالين صح. فاحنا عشان كده منعنا بيع الشتلات بتاتا خالص. شركات كتير عرضت عاوزه 1000 شتله 2000 شتله، مفيش. منعنا بيع الشتلات عشان اي حد محتاج ورق جريفيولا ياخده مني بشكل مجاني، ياخد الورق اللي هو محتاجه مننا بشكل مجاني، ونقدر نديهوله بشكل مجاني. لان لو بعنا الشتلات مش هنقدر نسيطر على الشتلات لما تتزرع في المزارع بره، لكن طول ما هي موجوده تحت ايديا اقدر اسيطر عليها وادي اي حد محتاج ورق. طيب يعني هي اللي بيعالج، اللي جه في الابحاث العلاج عن طريق الاوراق بس ولا الثمار كمان؟ لا، هو اللي كل اجزاء القشطه جريفيولا ليها فوائد، والكلام ده يعني انا بحاول ما اتكلمش فيه كتير بتاع القشطه جريفيولا. ليه؟ احنا حتى لما اتكلمنا فيها طلعنا الحاجه ببلاش، الاوراق مجانا. الناس بتيجي من اسوان من اسكندريه من اسماعيليه ياخدوا ورق ويمشوا. حضرتك عايز تتكلم في الجزء اللي يخصك اللي هو الزراعه والشتل. لكن هي بتعالج ايه؟ هم بيقولوا بتعالج كل حاجه، لكن انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه، لان انا اختصاصي وشغلي انتاج شتلات فواكه سويه فقط لا غير. هي بالنسبه لي زيها زي شتله ليمون جديده، زي صنف جوافه جديد، زي اي نوع فاكهه. لكن هي الناس اللي عاوزاها بتيجي تاخدها مني ببلاش، وانا قافل بيع الشتلات عشان اقدر ادي كل الناس اللي عاوزه مني ورق تيجي تاخد ورق باذن الله. طيب يعني
احنا سمعنا ان حضرتك برضو كنت يعني بتشارك في مبادرة. طبعا كان في من سنتين مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بديل أشجار الزينة، أشجار يعني يكون ليها عائد اقتصادي، سواء أشجار خشبية أو أشجار مثمرة. لا يعني حاجات تكون زي الزيتون والنبق والسدر والحاجات اللي هي بتتحمل والكلام ده كله. فاحنا هنا خدنا المبادرة دي ضوء أخضر بالنسبة لنا طبعا كمشاتل الشرقية، رحنا مطلعين كمية شتلات بالتعاون مع جمعية رسالة هنا فرع الزقازيق ومدينة نصر، واشتغلنا مع جمعية مصر جنة، واشتغلنا بقى طبعا في أماكن كتير، وكل ده متصور مع حتى في برامج تلفزيونية زي برنامج الأستاذ عمرو أديب صور معانا في الزمالك، وصور معانا في التجمع الخامس، كنا بنزرع أشجار مثمرة في الشوارع. كل ده يعني بشكل مجاني على قد جهدنا وعلى قد ما نقدر. بنحاول نطلع كل سنة 2000 شتلة مثلا 1500 شتلة، والأنواع اللي السواقي دي غالية ومكلفة، فعلى قد بالنسبة لنا لما نقدر نطلع 1000 شتلة وربنا يقدرنا نقدر نطلع 1000 و1000 ونص أو 2000 شتلة، ده الحمد لله شرف لينا اللي ربنا قادر يوصلنا اللي احنا نقدر الرقم ده نقدر نطلعه الحمد لله يعني. ان شاء الله يعني الشغل ده كله طالع من محافظة الشرقية، يعني ده الشغل اللي بتعمله طبعا الشرف وفخر محافظة يا الشرقية فندم بالكامل. شرف لينا اللي احنا شغالين في مصر وشغالين تحت القيادة السيادية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا النهارده بنقدر نجيب ثمار السواقية من 20 سنة و15 سنة ما كناش نعرف نجيبها. النهارده بقدر اجيب اللي انا عاوزه سهل، الامور اتسهلت شويه، الاجراءات بتاعه الاستيراد الثمار والحاجات دي كلها. النهارده بنطلب مثلا نص طن ممكن اجيب، كان زمان ممكن اخري اجيب لي 20 كيلو. احنا تعبنا زمان احنا النهارده الموضوع قادرين ننتج كميات قشطه جريفيولا، يعني شايف يا ريت الساده المشاهدين يشوفوا الكميات دي موجوده في مصر يا جماعه. احنا كنا بنحلم بشتله واحده، يكون اكتر من 2000 شتلة تقريبا. واحنا الصوب كلها مليانه بقى قشطه. ما احنا الصوب عندي قدام لسه فيها قشطه جريفيولا، وقافلين بيع الشتلات علشان اي حد شايف اللي فيها فايده. عشان تطلعها مجاني، اطلع اوراق انك تسهل عشان تطلع للي محتاجها، اوراق مجاني للناس عشان تسهل للي على الناس محتاجينها. وما تخليش الناس يعني الحاجه اللي اقدر اخليها ببلاش انا تحت امر الناس كلها، ودي وظيفتنا ودي شغلتنا ودي اللي هنتحاسب عليه قدام ربنا، اللي احنا لازم نعمل حاجه فيها لله. الحاجه اللي الناس عاوزاها احنا معاهم هنديها لهم بشكل مجاني. يعني ربنا يجازيكم خير. اللهم امين واياكم ان شاء الله. كلمني بقى يا باشمهندس، معلش نيجي نرجع للبدايه بقى. البدايه كانت ايه؟ البداية أنا اتولدت في بابا رحمة الله المتتالية عليه، كان طبعا أبويا وأستاذي والمعلم بتاعي، وهو الله يرحمه كان كل حاجة. أنا اتولدت لقيته هو مدير مشاتل، أكبر مشاتل في مصر، يعني كان ماسك مدير مشتل كفر الحمام كان 83 فدان، وكان ماسك مشتل 400 فدان في حتة اسمها كفر عشمة تبع وزارة الزراعة. يعني بابا كان مدير عام في وزارة الزراعة، خبير إنتاج شتلات كبير. انا اتولدت بقى في حب الزراعه، ما هو كان جدي بقى الله يرحمه برضو مشاتل وانتاج شتات، فانا المهنه ابا عن جد. فانا طالع لقيت نفسي هو ده اكل عيشي، ما اعرفش. وهو الورث اللي هم سابوه لي. والمعلومه احنا تعبنا زمان عشان نعرف نجيبها، والاصناف تعبنا كتير عشان نعرف نجمعها، لكن لما وصلتنا وبقت تحت ايدينا حطيناها تحت ايد الصغير والكبير بلا استثناء، وقفلنا عليها. احنا بنعمل كل ده ليه؟ احنا بنعمل من كل ده لحاجه واحده بس، يعني تبقى صدقه جاريه على روح الحاج الله يرحمه. احنا مش محتاجين يعني اللي احنا نمسك في كل حاجه ناخد منها فلوس. يعني في حاجات كتير لما بتبقى ليها في جزء منها لله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها ويكبرها، والحمد لله احنا اسمنا الحمد لله سمع في السوق، والناس كلها عرفتنا، والبرامج كلها استضافتنا، وحضرتك يا استاذ محمد النهارده مشرفني والله ومنورني. يعني احنا بنفتخر ان احنا الحمد لله ربنا قدرنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا بفضل الله، اللي احنا النهارده بقينا مميزين في شغلنا وعارفين نعمل حاجه لله، ده بفضل الله. يعني ده احنا دي حاجه ده كفايه علينا، ده الحمد لله كفايه علينا. احنا لينا اسمنا بره مصر في حته اسمها العراق، فاتحين فيها مشتل، وابتدينا نحط اسمنا هناك بقالنا 5 سنين. يعني كمان ليكم مشتل في العراق بفضل الله، شغالين محلي ودولي ان شاء الله. واي حد من اخواتنا العراق اللي هيخشوا عندك نقدر نديهم كل الشتلات اللي موجوده في مصر، نديها لهم من مشاتل الشمري في العراق.
يعني كمان حضرتك مش بتوزع بس في الشرقية ولا في مصر؟ لا، مشاتل الشرقيه فرعها في العراق اسمه حضرتك مشاتل الشمري. حضرتك مستعد انك توزع في مصر وفي العراق، ولو انتشرت في اكتر من دولة هتوزع فيها برضه؟ في العراق بقى في اصناف السدر، هم يعني عندهم شجره النبأ او شجره السدر حاجه مباركه قوي واصنافها بيحبوها. فاحنا في مشاتل الشمري هناك في العراق قامت بدور توزيع اقلام السدر مجانا. يعني وزعنا على العراقيين اقلام السدر مجانا، الانواع اللي جديده في النبأ اللي هو التايلاندي، علشان يطعموه على النبأ البلدي. وزعنا الاقلام طبعا مجانا، والاقلام هنا برضو بتتوزع بشكل مجاني. يعني احنا في حاجات كتير، اي فرع شجره طعم منه الكلام ده كله، كل ده بشكل مجاني. يعني انا سعيد ان انا كنت معاك النهارده يا شرف ليا يا باشمهندس، محمد بيه. يعني ما شاء الله حاجه تشرف ان ربنا يخليك. انواع الفواكه النادره دي، وانها بتعالج في كتير من الامراض، وان كمان حضرتك بتوزع يعني شتلات مجانيه، وكمان حضرتك بتوزع يعني الاوراق المفيده اوراق الشجر العلاجيه مجاني. يعني انا بشكر حضرتك جدا ربنا يخليك يا محمد بيه. ان انا كنت معاك النهارده، وانك ربنا حضرتك يخليك، شرفنا ميرسي على جدا، ربنا يخليك. موقع اوان مصر. نورتوني والله. يعني شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا معانا، احنا هنا في مشتل المهندس محمد عطية. يعني احنا زي ما حضراتكم شفتوا هنا المشتل موجود فيه يعني الفواكه والشتلات النادرة في مصر والعالم. يعني عندنا هنا البمبر، عندنا هنا يعني انواع فواكه كتير يعني علاجية ونادرة، مش موجودة غير في الشرقية وبس في مشتل المهندس محمد عطية. يعني هنرجع تاني هنا تاني عشان نوري حضراتكم انواع شتلات وانواع فواكه تانية نادرة ومش موجودة غير هنا في مشتل المهندس محمد عطية في محافظة الشرقية. مشاهدينا الكرام، كنت مع حضراتكم محمد صبري المهر، مراسل محافظة الشرقية. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.